السلام عليكم. هنشوف مع بعض في الفيديو دوت ازاي نضيف المواليد او نضيف افراد الاسره بتاعتنا على بطاقه التموين الكترونيا بدون الحاجه للذهاب لمكتب التموين او بدون ان احنا نتعب نفسنا ونبعت ورق او تلغرافات او فاكسات او اي حاجه من هذا القبيل للوزاره. هنشوف دلوقتي الوزاره مسهله لنا الشغل خالص بحيث ان احنا ندخل على الموقع الالكتروني نسجل بياناتنا بالبطاقه الشخصيه ونبتدي نضيف دلوقتي البيانات. هنعمل خطوه بخطوه مع بعضنا. من فضلك اضغط الاول على زر اشتراك الموجود تحت الفيديو، ما تنساش علامه الجرس اللي هي جنب الاشتراك اضغط عليها علشان يجيلك اشعار او رساله بكل فيديو جديد بينزل يوميا على القناه. وما تنساش لو عندك اي استفسار او اي تعليق خاص باضافه المواليد على بطاقه التموين اكتبها لي في وصف الفيديو وانا برد على جميع التعليقات باولويه المشتركين بالقناه. ندخل اول خطوه حضراتكم عشان نضيف المواليد على بطاقه التموين. هندخل على موقع هنلاقي الحكومه المصريه اسمه digital.gov.eg. عشان تشترك في الموقع ده الاشتراك مش عشوائي، الاشتراك هيكون بالرقم القومي بتاعك. ما ينفعش حضرتك تشترك في الموقع ده بدون البطاقه الشخصيه. ما اول ما حضرتك بتدخل الموقع الالكتروني هيحمل معاك الصفحه بالشكل ده مصر الرقميه. هنا معاملات الحكومة في كلها من مكان واحد. وفر وقتك واستفيد من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة. دي حاجة جميلة جدا ان احنا نشوف في مصر الخدمة الفعالية او الخدمة الالكترونية دي. هنا حضرتك ممكن نشوف القضايا بتاعتنا ايه، نشوف رخص السيارات او الموتوسيكلات او اي درجات عندك تمام نارية، نشوف المركبات، نشوف التوثيق لو انت توثق ورق، خدمات التموين او خدمات اخرى من خلال موقع واحد. بحيث انك انت لو البطاقه مثلا بتاعه رخصه القياده بتاعتك ضاعت منك مش هتحتاج انك تروح تقدم ورق تاني والكلام ده كله والصور واللفه الكلام ده كله. هتدخل على الموقع الالكتروني تقدم اصدار بطاقه بدل تالف او بدل فاقد. برضه نفس النظام بالنسبه للبطاقه الشخصيه، لو ضاعت منك تقدر تقدم على اصدار بدل فاقد او بدل تالف. الموضوع سهل جدا وبسيط. المهم هتلاقي في عندك اوبشن، في حاجه اسمها الدخول لحسابي لو انت عملت حساب قبل كده، وفي حاجه اسمها انشاء حساب جديد. لو حضرتك اول مره تدخل على الحساب ده، انا اعتبر ان كلكم اول مره تدخلوا معايا الحساب ده، تدوس على كلمه انشاء حساب جديد. ما تضغط عليها الكلمه دي هيحمل معاك الجزء اللي خاص بالانشاء الحساب الجديد. لازم يكون معاك حاجتين مهمين وانت بتسجل حسابك. لازم يكون معاك البطاقه الشخصيه بتاعتك ويكون معاك الموبايل لان هتجيلك رساله تاكيديه انك انت صاحب الحساب ده. زي ما حضرتك شايفين كده ادي انشاء حساب جديد. هيجي لك اول حاجه هنا البطاقه، هتكتب ال 14 رقم القومي بتاعتك هنا في المكان ده كده. هتكتب رقم المصنع الخاص بالبطاقه. ليه حضرتك كل بطاقه زي ما حضرتك شايفينها كده بيبقى من تحت خالص هنا مكتوب رقم المصنع لاخر مربع من تحت كده تحت تاريخ الميلاد في ده رقم المصنع تكتبه هنا. طبعا هتكتب بعد كده اسم الوالده، فلازم حضرتك محدش يكون عارف اسم الوالده غير حضرتك صاحب البطاقه، فلازم تكتب اسم الوالده هنا. هتدوس بعد كده على كلمه زر التالي. هيجي لك بعد كده يقول لك ادخل رقم المحمول بتاعك. هتدخل رقم المحمول بتاعك في نفس اللحظه بتدخل فيها رقم المحمول بتاعك هتجي لك رساله تاكيديه على الموبايل فيها كود سري. هتدخل كود السري بعد كده هيطلب منك بعد كده انشاء كلمه سر تدخل بيها على الحساب دوت. هتدخل كلمه السر وبعد كده يقول لك تم تفعيل رقم الحساب بتاعك. انا عملت حساب قبل كده هدخل دلوقتي عليه مباشره، مش هضيع وقتكم في الخطوات دي. انا عملت حساب هدخل دلوقتي عليه مباشره، هدخل على كلمه دخول حسابي. تمام. هيظهر عندك هنا انا مسجل طبعا الباسورد. هيظهر معاك رقم التليفون وبعد كده هيطلب منك على كده ايه، هيقول لك دخل رقم الهاتف. دخلت رقم الهاتف وبعد كده تسجيل دخول الحساب. هتدخل بعد كده على الحساب بتاعك. تم تسجيل الدخول لحسابك. هتلاقي حضرتك ادي الرساله الترحيبيه، ادي الموقع زي ما حضرتك شايفينه كده. تمام. هيجي لك رساله مرحبا بك فلان الفلاني حضرتك اللي انت انشات الحساب باسمه. هنيجي بقى نشوف بقى نضيف ازاي خدمات التموين او نضيف ازاي افراد اسرتي اللي بطاقه التموين. هلاقي في عندي هنا اوبشن اسمه كلمه التموين زي ما حضرتك شايفينها كده. ادوس على كلمه التموين هتحمل معايا بطاقه التموين. هنا بيقول لك اصدار بطاقه تموين جديده. لو انت عايز تعمل بطاقه تموين جديده اصدار لو البطاقه ضاعت منك بدل فاقد او بدل تالف لو انت عايز تعمل بدل تالف ليها. تمام. تفعيل بطاقه التموين لما تستلم حضرتك البطاقه من مكتب التموين الجديده ما ينفعش حضرتك تستخدمها على طول. لازم حضرتك تدخل على الاوبشن هنا اسمه تفعيل بطاقه التموين. هتدخل يطلب منك رقم الموبايل وهيبعت لك رساله على الموبايل يتاكد انك انت صاحب البيانات دي ويفعل لك بطاقه التموين في اللحظه اللي انت دخلت فيها بياناتك على النت. فصل اجتماعي لو انت عايز حضرتك تعمل ايه، لو انت اتزوجت ربنا كرمك وتزوجت حديثا وعايز تفصل عن الاسره بتاعتك وتعمل بطاقه تموين جديده تعمل فصل اجتماعي. طبعا اخر حاجه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي في ضم افراد اسرتي. دي المهمه اللي احنا بالنسبه لكم اللي هنعمل نضيف عليها افراد الاسره. هدوس على كلمه ضم افراد اسرتي. تمام. هيجي لك الرساله اللي حضرتك شايفينها كده المعلومات المطلوبه بيانات افراد الاسره التي تم اضافتهم. هتدوس على كلمه ابدا الخدمه هتجي لك رساله بالشكل اللي حضرتك شايفينه دلوقتي كده.
جميع بياناتك مؤمنة، تستخدم بوابة مصر الرقمية أحدث تقنيات الحماية للتأكد من بياناتك والاتصال بالدعم الفني والكلام ده كله. دلوقتي بتحمل بيانات، هيظهر معايا البيانات دلوقتي حالا. هتظهر زي ما قدام حضراتكم ده بطاقة التومين، الاسم كذا، رقم البطاقة التومينية، عدد الأفراد المستفيدين منها، المحافظة اللي أنت فيها، مكتب التومين اللي أنت تابع ليه. هتدوس على كلمة حاجة اسمها وافق على الشروط والأحكام، موافق على الشروط والأحكام، وتدوس على كلمة التالي. هتجيلك بعد كده رسالة حضرتك دلوقتي إضافة البيانات بتاعة الأولاد. حال إضافة بيانات غير صحيحة أو الأفراد غير تابعين لأسرتك يلغى الطلب ويقبل الأفراد الموجودين في بطاقة التومين فقط. المهم هنا دلوقتي انا عندي اولادي دلوقتي المفروض كنت عايز اضيفهم، انا ضفتهم طبعا، بس انا هوريكم المثال هتضيفوهم ازاي حضراتكم. هنا دلوقتي انا عندي معايا شهاده الميلاد بتاع الطفل، قدامي دلوقتي شهاده ميلاد ابني، تمام. هضيف اول حاجه ابني هنا، تمام. بدخل حضراتكم الرقم القومي بتاع ابني اللي هو بيبقى موجود في شهاده الميلاد، زي ما حضراتكم شايفين بيبقى من فوق خالص كده الرقم القومي. وبعد كده اختار صله القرابه، ده عباره عن ابن او ابنه او كذا، هدوس ابنه او ابن، تمام، وليكن ابن. هدوس هنا اختيار سبب الضم، هقول هنا ايه ضم ابن او ابنه. هدوس على كلمه اضافه، زي ما حضرتك شايفين كده هيبتدي يحمل جاري مراجعه البيانات، وزي ما حضرتك شايفين كده ظهر لك تحت كده في خانه بعد كده يبقى اسم الابن اللي انت عايز تضيفه ورقم القومي بتاعه، وفي هنا كلمه خيارات المسح والكلام ده كله. المهم ده الابن الاولاني. لو انا عندي ولد تاني هضيف الولد التاني، تمام، زي ما حضرتك شايفين كده، وادخل الرقم القومي بتاعه برضو من شهادات الميلاد، مظبوط، واختار هنا صله القرابه ابن او ابنه. لو انا عايز اضيف زوجه او الزوجه بتاعتي مش مضافه او موجوده في البطاقه بتاعت والدها او والدتها، بقدر اضيفها من عندي برضو بهذا الشكل. اختار سبب الضم، ممكن اختار لو حد زوج او زوجه منفصله او في طلاق لا قدر الله، بيختار كلمه طلاق، دي بتعمل بطاقه وحديه، وده هو بيستقل بالبطاقه بتاعته. في كلمه مثلا مش معيشه مطلقه، واحده زنقانه، واحده بعيده عن بيت جوزها، الكلام ده كله تعمل حاجه اسمها معيشه مستقله، انها انفصلت او سابت بيتها بدون طلاق. ضم ابن او ابن زي ما حضرتك اللي احنا شايفين، هندوس على كلمه ضم ابن وندوس على كلمه اضافه، هيبتدي يقول لك جاري مراجعه البيانات، وبعد كده تنزل تحت كده هتلاقي حضرتك ايه يوسف بشوي، تمام، اضافه اهو، بدا اسمك موجود، ده ممكن تعمل له مسحه وهكذا. المهم حضراتكم بعد ما خلصت البيانات بعد كده، تمام، هتدوس على كده حضرتك كلمه التالي الموجوده اللي هي تحت دي. بيانات ادخلتها، اختيار الاشخاص المراد ضمهم، مستفيدين، ابرام كذا وكذا. لو في تعديل هدوس على كلمه تعديل، دوس بعد كده على كلمه ايه التالي. هتحمل معانا الصفحه بهذا الشكل. المهم انا دلوقتي خلاص انا كده خلصت الموضوع، وزي ما حضرتك شايفين كده انا عشان دلوقتي زي ما قلت لحضرتك لو دوست على كلمه تعديل هنا هيظهر لي البيانات دي موجوده فعلا على بطاقه التومين بتاعه الشخص دوت، تمام، موجودين حاليا هم، لكن لسه ما اتضافوش او في سبب يمنعهم من الاضافه، هل سنهم اقل من السن المطلوب او ايا كان السبب. المهم احنا عرفنا الفكره ازاي نضيف اولادنا على بطاقه التومين. فالموضوع لو انت بالنسبه لك الافراد دي لو سنهم اكبر من سن محدد، انا ما اعرفش السن الكامل اللي طالبينه، لكن هم حضرتك لو الموضوع شغال او فعال، تمام، هتدوس على اخر حاجه، تدوس على كلمه التالي، هيتم اضافتهم على بطاقه التومين مباشره اوتوماتيك. وبكده نكون احنا عملنا اضافه اولادنا او اضافه الزوجه او اضافه لو هتعمل بطاقه جديده او فصل اجتماعي عن طريق الخطوات البسيطه دي. احنا دلوقتي بنشكر القائمين على موقع مصر الرقميه ان هم بيسهلوا الحياه او بيسهلوا على الناس الخدمه، بحيث انك انت لا هتروح تقف لطابور ولا تروح زحمه ولا تروح تضيع نص يومك عشان تخلص مصلحه حكوميه، ولا هتضطر تدفع اي حاجه عشان تخلص او تنجز ورقك، ولا هتصور ورق ولا اي حاجه من هذا الكلام اللي كان موجود قبل كده. وانت قاعد في بيتك تقدر تخلص ورقك او تخلص موضوعك من خلال موقع مصر الرقميه. نهايه الفيديو انا بشكركم متابعه الفيديو للنهايه. من فضلك لو حضرتك شايف ان الفيديو ده فادك او يفيد حد تاني ادعمنا واعمل مشاركه للفيديو، متنساش اشتراكك بالقناه وتفعيل زر الجرس الموجود جنب كلمه الاشتراك عشان يجيلك اشعار او رساله بكل فيديو جديد. ولو عندك اي استفسار او اي تعليق خاص بموضوع اضافه مواليد او اضافه افراد اسرتك لبطاقه التامين اكتبها لي في وصف الفيديو، وانا برد على جميع التعليقات باولويه المشتركين بالقناه. اشكركم مره تاني والسلام عليكم ورحمه الله